اهلا بيكم واهلا بكل متابعيني في كل مكان. والنهارده هنعمل مع بعض طاجن البسله في الفرن في بريم. هعمله باربع قطع بس من اللحمه بطريقه سهله وسريعه، وان شاء الله تجربوه ويعجبكم جدا جدا. شايفين شكله عامل ازاي؟ بجد شكله تحفه وريحته وطعمه روعه الروعه، وان شاء الله يشرفكم جدا في العزومات ويعجبكم. عملوه على سفرة رمضان وان شاء الله تجربوه وتقولوا لي رايكم. ويلا بينا نبدا مع بعض الحلقه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم في قناه اكله وتمرينه مع كابتن وفاء سيف الدين. اهلا بكل متابعيني في كل مكان. ان شاء الله النهارده نعمل مع بعض طاجن البسله باربع قطع من اللحمه بس. هعمله بطريقه سهله وسريعه ويشرفكم قدام ضيوفكم في العزومات ويعملوه على سفرة رمضان. كل سنة وانتم طيبين. يلا بينا كده نشوف هنعمله ازاي وننزل بالمقادير. بس قبل ما ابدا الحلقه ما تنسونيش اللايك والشير والسبسكرايب بعد اذنكم علشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا بينا كده نشوف المقادير مع بعض. واول حاجه معايا نص كيلو من البسله بالجزر، انا مفرزناها ومش هسيبها تفك، انا هحطها كده بتلجها زي ما هي. وكمان معايا نص كيلو من الطماطم، انا برضو مفرزناها معاكم قبل كده. ومعايا فلفله خضراء من الفلفل الاخضر الرومي قطعة صغيرة، وأربع قطع من اللحمة التربيانكو. واللحمة دي هقطعها إلى قطعتين، هما 4 قطع بس علشان تستوي معايا بسرعة. هقطعها لقطعتين، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسمر المطحون ناعم، ونص معلقة من الحبهان البودر، وفص من المستكة، ومعلقة كبيرة من السمنة البقري. وكمان معانا حلة فيها بصلة متوسطة مفرومة ناعم، كنت مفرزناها قبل كده مطلعاها بالتلج بتاعها مخليتهاش تفك. زي ما انتم شايفين معايا برام متوسط. وهنزل كده بالمقادير. بس قبل ما انزل بالمقادير دي، المعلقه دي هحط منها 3 معالق صغيرين من الملح بعد ما البسله تستوي. زي ما انتم شايفين كده نزلت في حله على النار هاديه جدا، ونزلت بالبصله كده بتلجها زي ما هي من غير ما تفك. وكمان نزلت عليها بمعلقه كبيره من السمنه البقري، وفضلت كده اقلب فيها لغايه ما البصله تفك. انا مش عايزه البصله تتحمر، انا عايزه البصله تفك بس مش اكتر، مش عايزاها تتحمر خالص. زي ما انتوا شايفين كده بعد ما اتحمرت فكت معانا البصله، سوري ما اتحمرتش. هبدا ان انا انزل بقطع اللحمه بعد ما قطعتها كل قطعه لقطعتين، وغسلتها حلوه قوي، صفيتها من الميه، نزلت بيها كده زي ما انتم شايفين على البصله. هبدا ان انا اقلب اللحمه مع البصله حلو جدا علشان تندمج مع بعضها وتبدا ان هي تغير لونها وتنزل الميه بتاعتها البسيطه. وطعمها مش قادره اقول لكم، وريحتها روعه الروعه. جربوها وقولوا لي رايكم، ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. وزي ما انتم شايفين كده بعد ما اللحمه بدات ان هي لونها يتغير وبدات ان هي تنزل ميه بسيط، هبدا انزل بالتوابل الجميله بتاعتنا بقى، الفلفل الاسمر والحبهان والمستكه. وهقلب البهارات الجميله دي كده مع بعض عندي مع اللحمه علشان تبدأ ريحتها الجميلة تطلع معانا. وكل ده على نار هادية جدا. ليه على نار هادية؟ علشان الأكل على نار هادية جدا ما بيفقدش قيمته الغذائية، بيحتفظ بأعلى قيمة من قيمته الغذائية. وعملت معاكم كذا حلقة للبسلة قبل كده، والنهاردة أنا عاملاها بطريقة مختلفة جدا جدا. وزي ما انتم شايفين كده بعد ما المية اختفت تماما واللحمة اتشكشكت مع البصلة كده وأخدت مع بعضها، هبدأ أنزل بالطماطم اللي عندي اللي أنا كنت مفرزناها. نزلت كده بالطماطم، ما فكتش معايا وما سبتهاش تفك، ونزلت عليها بلتر كامل من المية المغلية علشان تبدأ تفك معايا وتستوى بالمية. اللحمة والبسلة تستوى بلتر من المية، الاتنين هيستووا بلتر واحد فقط من المية. زي ما انتم شايفين كده معايا نزلت كده بلتر من المية، وعليت بقى في الوقت ده النار علشان تبدأ تغلي معانا أول غلوة، وتبدأ الصلصة أو الطماطم اللي أنا حطيتها تفك معانا على النار. هتبدأ تفك بعد 3 دقايق أو 4 دقايق. وبعد ما فكت كده الطماطم معانا، هبدأ إن أنا أنزل بالبسلة بالجزر اللي أنا مفرزناها بالتلج بتاعها. مش هتفك معانا، لو فكت مش هتستوى معانا، لكن كده هتستوى معانا بمنتهى السهولة. زي ما انتم شايفين نزلت كده بكامل كيس البسلة بالجزر، وبعدين هديله تقليبة حلوة على النار زي ما انتم شايفين كده معايا.
بعد ما قلبته كده هسيبه يغلي غلوة، وطبعا مسخنة الفرن على اعلى درجة حرارة، ونزلت كمان بالفلفل الاخضر الرومي، ومن قبلها ب10 دقايق سايبة الفرن يسخن. وبعد ما سخن الفرن هبدأ ان انا انزل بطاجن البسلة كله في البريم اللي عندي ده، هحطه في الفرن على قاعدة الفرن، وهسيبه لغاية ما يستوى معانا على اعلى درجة حرارة من ساعة ونص لساعتين بالكتير على حسب الفرن المتاح معاكم. طلعت معانا بقى البسلة خطيرة، تحفة تحفة تحفة، طعمها وريحتها تجنن، ولونها شايفين عامل ازاي، روعة الروعة. والبسلة مستوية جدا، والجزر دايب في البسلة ومستوي وطعمه يجنن، وكمان اللحمة شايفين بتتفتفت في ايدي، وسهلة جدا اقتصادية وسريعة، مخدتش معانا وقت، اتعملت بأسهل وأسرع طريقة. جربوها وقولوا لي رأيكم، مستنية آرائكم وتعليقاتكم في صندوق التعليقات، وانتظروني في حلقة أخرى إن شاء الله مع أكلة وتمرين وكابتن وفاء سيف الدين. صحة وهنا على قلبكم، كل سنة وانتم طيبين، وإلى اللقاء في حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.